الحديقة الأميرية بمراكش. عرصة مولاي عبد السلام. على بعد بضعة أمتار من مسجد الكتبيين، توجد الحديقة الأميرية. عرصة مولاي عبد السلام. يعود تاريخ تشييدها إلى القرن ال18 ميلادي، وتم ترميمها سنة 2005 للميلاد، حيث تم ربطها بالصبيب العالي للإنترنت، وتم تزويدها بعدد من التجهيزات، كالشاشات التفاعلية، ولوحات تعليمية وتعريفية، وألواح شمسية لتوليد الطاقة. كما تضم مرافق متنوعة، كمعرض في مدخل الحديقة، ومرافق صحية، وكشك، وسايبر، وغيرها. سميت على اسم السلطان مولاي عبد السلام، الأمير والشاعر والدبلوماسي، وقد أهداها له والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله، بمناسبة زواجه. وكلما تقدمت في دروبها، وسافرت في ثناياها، تستقبلك الحديقة بأشجارها الباسقة، وتحتضنك بمناظرها البديعة، وتخترق بك حجب الزمان والمكان، حتى لا يخيل إليك أنك أمير أو سلطان قادم من عصور الفاتحين. هنا تصادفك الأشجار الفريدة، وتأسرك في عالمها الخاص. هنا يتوقف الزمان. هنا تتعانق المشاعر وتتراقص. هنا تصفو النفوس. وهنا تدرك أنك في حضرة الجمال والبهاء، في ضيافة مراكش، عاصمة الحضارة والتاريخ. لقد أراد السلطان سيدي محمد لهذه العرصة أن تكون أميرية سلطانية، وقد كانت. ولقد أراد لها أن تحمل معاني المودة والمحبة، وتعبر عن عمق روابط القرابة بين الأب السلطان والأمير الشاعر المبدع. فاجتمعت فيها كل معاني الإبداع والجمال، وأمارات الوفاء والنخوة والكرم. ولقد أراد لها المسؤولون أن تكون واجهة ناطقة بالإبداع والشموخ المغربيين، جامعة بين زخم التاريخ وروح العصر، مساهمة في غرس قيم الهوية المغربية الأصيلة، موفرة للصغار والكبار، للمراكشيين والسياح، فضاء شاعريا للاستجمام. فكانت بحق فضاء تربويا وإيكولوجيا وتعليميا فريدا يأخذ الألباب. لقد بنوا وشيدوا، وأبدعوا وأدهشوا. بالأمس كانوا هنا، وها نحن اليوم شاهدون على آثارهم، مندهشون من إبداعهم. وها نحن اليوم نستمتع بما خلفوا من حضارة وعمران، ونتعلم هندستهم في بناء المنتزهات، وندرس طرقهم في توزيع المياه. حق لنا إذن أن نفخر بأولئك العظماء، وأن نجتهد في مواصلة البناء.
عرصة مولاي عبد السلام. وجهة مثلى لك لو كنت باحثا عن التاريخ والجمال، والراحة والسكينة. الوجهة المثلى لك لو كنت من هواة التنقيب عن الأشجار والنباتات، أو كنت قارئا تبحث عن الهدوء وزقزقة العصافير، والظلال الوارفة. ولو كنت ترغب في زيارة مراكش، فلا تحرم نفسك وأسرتك من قضاء بعض الوقت الممتع في الحديقة. ولعلمك فولوج عرصة مولاي عبد السلام مجاني، فلا تضيع فرصة أن تكون أميرا ولو للحظات. نضمن لك أن تحظى بالخصوصية والراحة والاستجمام في عرصة مولاي عبد السلام، ونرجو لك زيارة ممتعة. إذا أعجبكم الفيديو، فالمرجو دعمنا وتشجيعنا. وشكرا.